هاي، ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة بيت مورو. يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشرفوني على صفحتي وجروبي والانستجرام الرسمي بنفس اسم القناة بيت مورو، مورز هوم. ويلا بينا نبتدي فيديو النهارده زي ما انتم شايفين معايا رنجة هنعمل بيها وصفة حلوة قوي، وهي سلطة الرنجة. تمام. اول حاجة لازم يبقى معاكم ورق كتير كده علشان ما نوسخش مكاننا. تمام، علشان ننضف الرنجة ونخليها. سلطة الرنجة انا مش بحتاج ان انا افتح الرنجة على النار، اللي حابب يفتحها على النار مفيش اي مشاكل. تمام، بس انا مش هحتاج افتحها على النار. كل اللي هحتاجه مقص معايا. تمام، والورق علشان ما نوسخش مكان الشوك والزفارة بتاع الرنجة. هحوش الديل وهحوش الراس. تمام، وهفتح الرنجة. بحوش الديل كده والراس. تمام، وبالمقص تفتحوا الرنجة من البطن. تمام، وتحوشوا اللحم بالطريقة اللي هوريها لكم دي. مش هتحتاجوا ايه تسلخوا الجلد ولا حاجة، هي تلاقي اللحم بيطلع بكل سهولة. طلعت الاول اللي هو الشوك دوا. هتلاقوا كل حاجة بتطلع معاكم بكل سهولة. والبطروخ ده تحطوه في زيت وليمون، البطروخ ده لوحده. تمام. تمام، وتطلعوا اللحمة كده هتلاقوها بتطلع بكل سهولة. انتوا هتشوفوا في الاخر هيبقى الجلد هو بس اللي متبقي. الطريقة دي سهلة جدا جدا. بصوا الشوك، تلاقوا الشوك بيتحيش وكله بكل سهولة. انا جايبه لكم الخطوات بالتفصيل وانا بفصصها. تمام، علشان تشوفوا ان هي سهلة جدا، والقشر هيطلع معايا بكل سهولة، مش محتاج ان انا اسلخه او اي حاجة. الرنجة ليها طرق كتير نبقى نعملها مع بعض، بس سلطة الرنجة دي من اشيك وصفات الرنجة، وبجد تحفة وطعمها جميل جدا جدا. شايفين؟ شايفين الجلدة طلعت ازاي بكل سهولة من غير اي حاجة. تمام، هنضف مكاني بقى ونيجي مع بعض نعمل الدريسنج الحلو جدا لسلطة الرنجة. بصوا معايا هنا الرنجة اللي خليتها معايا بصل وطماطم وفلفل متقطعين صغير خالص، ومعايا الطبق اللي هعمل فيه، ومعايا طحينة ومايونيز وخل وليمون.
ده كل اللي انا معايا هستخدمه: طحينة، مايونيز، خل وليمون وبصل وطماطم وفلفل متقطع صغير، والرنجة بتاعتي اللي عملتها. هحط معلقة ونص مايونيز كبار، وهحط عليهم معلقة كبيرة طحينة، وهحط شوية خل، وهحط الليمون. تمام. وهبتدي بقى اقلب الدريسنج دوه، وبعد كده هنزل بالخضار فيه. هقلب كده جامد. هتلاقوا ايه، هو مش هيحتاج ميه ولا اي حاجه، ما تحطوش ميه. هتلاقوا اساسا كله دخل في بعضه. تمام. وخف مع نفسه. هتلاقوا الدريسنج جميل جدا وقوامه حلو. تمام. ما تحطوش عليه اي حاجه تاني. انزلوا بالخضار والرنجه بعد كده. وتنزلوا بالرنجة. بلاش تنزلوا بالبطارخ، البطارخ سيبوها لوحديها. تمام. حطوا عليها زيت وليمون وخلاص، هو الرنجة بس. بس وتدعكوا كده كله في بعضه. تمام. بعد كده هنقدمها مع بعض في طبق، وهقدم معاها بطاطس. تعالوا نشوف مع بعض. ده الشكل النهائي معايا. بصوا تحفة. رشيت على الوش كده حبة زيت صغيرين. وده البطاطس المقلية طبعا معاها، ومعاها البطروخ حطيت عليه شوية زيت وليمون. تحفة. أكلة تحفة. مين فينا ما بيحبش الرنجة؟ بجد أكلة حلوة قوي. جربوا الطريقة دي في الرنجة وقولوا رأيكم في الكومنتات، ويا رب تكونوا بتستفيدوا من كل اللي بقدمه. واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.